السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. كل سنة وانتم طيبين يا رب العالمين. جات لي عزومة، يعني هي فجأة كده، اذا فجأة طب عليك الناس. كان عندنا علم للأمانة من قبلها بيوم وكده، بس مش كناش متأكدين. فمنت كده في ثانية الا ثانية، اول ما عرفنا خلاص ان هما يعني على وصول وكده، نزلنا اشترينا السمك واشترينا شوية تسالي عشان خاطر القعدة الحلوة. ناس عزيزة على قلبنا وناس أول مرة يخشوا بيتنا. جبنا لب وكراميش وكده وحاجة ساقعة بقى، وأنا كنت عاملة عصير جوافة باللبن قبل ما امشي وكده، وعاملة كسر في التلاجة لأن أنا نزلته وصورته معاكم ونزلته. واشتريت السمك. جبنا سمك النهاردة. للأمانة أنا كنت عاملة حساب إن أنا أشتري يعني إيه، مكاريل وتونة وبولتي. للأسف لقيت المكرونة خلصت، المكرونة معضمة الكبيرة دي اللي من غير شوك. جبت المكاريل، وزنت يعني 3 سمكات كبار. والبولتي بسم الله ما شاء الله، يعني بولتي كبير، وخليته نضفولي بالمرة. مش عارفة دول حوالي باين. بص بسم الله ما شاء الله، البولتاية كبيرة، يعني انت هتشوفوني وانا بعملها في الطاسة، مش طاسة مش واخداها. فتقريبا هنا بعد ما نضفته وقطعته، وده طبعا غسلته عشان هو كان متنضف جاهز. بس انا نضفت المكاريلي بس. هو قال لي نضفه لك، قلت له لا مش مستاهل، سهل تنظيفه يعني. انما البولت بيقرفني بقى، الشوك بتاعه ناشف والقشره كمان بتاعته كده، فبيبهدل لي المطبخ وهدومه والحوض بصراحه يعني. فنضفته وحطيت عليه خل وليمون وملح وكده، سيبته يتنقع شويه. تعالي بقى نشوف الخضره بتاعتنا الجميله. اللي هنا السوق عندنا هنا بيضحكوا على الناس ويقولوا له ال3 ب10 وال4 ب10. انا جبته بكام؟ ال3 ب5، والخضره مليانه كده وحلوه. لسه الدنيا بخير اهو يا جماعه، في ايه؟ امال الناس ليه بتقفلها؟ يعني ليه البياعين بيقفلوها على اللي بيشتروا كده ليه؟ ويقولوا لهم ده احنا بنجيبها كده من التاجر والبياع، ويظلموا الناس ويخلوا الناس يعني ليه ياخدوا فكره وحشه؟ شايفين التينه اللي في الخضره؟ بس الخضرة بسم الله ما شاء الله مليانة وحلوة. جبت 6 ب10 والله. انا معاكم ان الواحدة كانت بجنيه وبنص جنيه والكلام ده، بس خلاص بقى مش اوانه. غسلناها وظبطناها، ويلا بينا نعمل الدقة بتاعتنا الجميلة. واول مرة اعمل معاكم دقة السمك. فلفلاية زي ما انتم شايفين كده، على حبة ملح، فلفل وكمون. طبعا السمك بيحب الكمون جدا، خلينا متفقين يا بنات. على قرن شطة ملهلب من اللي قدامكم ده. طبعا خليت ابني قشر لي التوم، شايف قشرهولي وحطيتهولي في نكفين اهو. جبت غسلته وحطيته. ونحط، مش عارفه احط نص القرن ده ولا احطه كله، تقريبا كده انا حطيت. حط بقى فلفل وكمون، ونخرط حبه الايه، الخضره دول. بصي تقريبا كده يعني التتبيله اللي انت هتعملها للسمك دي هتبقى جميله جدا، وعليها عصره ليمونه. وخش كده بقلب الجامد يلا. انا تقريبا انا كنت هدقها في الهون، بس يعني كانت هتيجي معايا خشنه، وفي نفس الوقت ايدي هتوجعني وانا عايزه انجز. فانا طبعا اول ما روحت على طول، اول ما روحت عملت ايه؟ عملت السمك. انا والله ما فاكره، عملت السمك الاول وشطفته وعينته، نقعته يعني، وعملت السلطه، ولا عملت السلطه الاول وبعد كده عملت السمك. بس انا مش فاكره. انا اول ما جيت عملت الحاجتين دول، السمك ونضفته، والسمك وعينته وشبته في الميه منقوعه كده وسبته. ودخلت على السلطه، عملتها وعملتها في التلاجة، يعني عملتها وعملتها في التلاجة. فلقيت الهون هياخد معايا وقت جامد. قلت لا ما بديهاش، انا هفرمها في الكب. طلعت معايا بالشكل ده تمام. طبعا ده جزر كنت فرماه معاكم بالمبشره قبل رمضان، يعني كنت عامله تخزينات رمضان السنه اللي فاتت. حطيت حبه منه مبشورين على الايه، على الدقه اللي احنا عاملينها. السمك مع ان كبير معايا، تعال نفتح له فتحات من الجنب عشان خاطر كبير جدا وعشان يستوي معايا بسرعه. في فتحات بالطول عماله افتح في السمك بتاعه بتتزحلق معايا. بصوا عامل لها فتحه كده وفتحه كده. وفي برضه سمك هعمل له ايه، فتحتين، يعني كل السمك مش زي بعض. انا حبيت اوديكوا فكره يعني.
انا تقريبا كده وانا اعوذ بالله انا وانا بحط الجزر على الدقه بعد ما فرمتها، لقيت الجماعه جم. اه والله العظيم شرفونا الساعه 8 او 8 ونص تقريبا، جماعه جايين من الصعيد وكده. انا طبعا حتى هتلاحظ عليا كنت غيرت هدوم عشان طبعا كنت بنضف السمك واعمل السلطه وكده، وهدومي اتبلت. فروحت لبست الاسدال التاني. لو جوزي يقول لي ايه وانا بعمل السلطه، انت ليه بتعملي الاكل بدري كده؟ ده هم مش جايين دلوقتي، ده قدامك الساعه 11 12 بالليل. والله العظيم ده طبعا بطن السمكه قسمته نصين عشان طبعا هتبقى كبيره على الطاسه و... وشلت الشوك من بطنه. كان لقيت الشوك كده طالع لوحده فانا طلعته بالمره، والسمك لقيتها مفتوحه قدامي كده كبيره كده، مفتوحه كانها سنجاري يعني. والدقة جميلة مش حادقة، وداخلها حاجات كتيرة حلوة، وشكلها يفتح النفس كده. لا لا، انفع بتاعت شواية سمك. افتح مطعم. المهم قلت له بدري ايه؟ دي الساعة 8 وانا مش عارفة الساعة كانت 8 ونص باين، هو كده بدري؟ بعدين انا على ما اتبل السمك ومش عارف ايه هيكون على وصول. قلت خلصت الكلمتين من هنا، والله قسما بالله لقيته بيرن على جوزي بيقول له احنا تحت. يا نهار ابيض، تحت؟ الله يسامحك الله يسامحك. بقول له جوزي هو ده اللي بتعملي الاكل بدري؟ كان زمان يا ريتني ما سمعتش كلامك، كان زمان خلصت من بدري. طلع بقى قاعد مع جوزي جوه في الانتريه، وانا بقى ايه، بنت خالتي قاعده معايا في المطبخ وانا بقلي السمك. اول حاجه عملتها خالص عشان ما تاخدش معايا وقت، كانت هي جت عندي يا دوبك خرطت بصلتين حلوين محترمين كده، نضفتهم طبعا غسلتهم. ايه ده ايد محمد ابني. ماشي يا محمد ماشي. المهم خرطت بصلتين، حطيتهم على النار خدوا لون. الحله هناك اهي، غليت كاتل الميه تقريبا، قلت لها هاتلي الرز من الشكار. بصوا السمكه طاسه صغيره، الطاسه صغيره، عايزه اجيب طاسه كبيره كده عشان تاخد السمك. قالت الثلاث سمكات دول ولا اربعه، ثلاثه باين، لا اربعه، وبقلي تاني يعني، ولسه في بولتي تاني. حطيت كده بص بعد كل ما بقلي سمك لازم انضف الطاسه عشان فيها اي شوائب اي حاجه ما تلزقش في السمك. على طول غسلت رز وحطيته، قمت حاطه عليه الميه المغليه وتوابله وحاجته عشان اخد وقت، ما اخدش وقت. انجزت عشان اخلص بسرعه. اعمل ايه طيب؟ هي كانت دخلت نامت بقى بنت خالتي، قالت لي انا اخش انام شويه، هي صحيت قالت لي انا جعانه، كل ده لسه ما خلصتيش الاكل. طبعا جبت طبعا ربع كيلو فاليه، وعملت السلطه والطحينه، وجبت كيس شيبسي كده جنب الاكل وايه رايكم في التقديم؟ انا وهي حاطين الاكل، وكانت اكله جميله ولذيذه والله. وجوزها بيقول لي انت تفتحي مطعم. قولي بقى تسلم ايديكي، واعملي الاكله دي بالطريقه والخلطه دي. وكده خلاص بقى كنا هنتعشى، وبعد كده حاجه ساعه بقى وحلويات مولد بقى وكده. بصوا بيعملوا لكم لايك ازاي، بصوا اختي بتعمل لكم لايك ازاي من حلاوه الاكل.